السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا السفه صدر ديال الدجاج وكروفيت وفلافل الوان كيجيو واعرين. هنايا في المقادير عندي هنايا في المقله شويه ديال الزيت، كيلو ديال الدجاج غير الصدر، عندي شويه ديال المعدنوس، شويه الملحه، معلقه صغيره ديال الملحه، راس معلقه ديال البزار، عندي هنايا معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الكمون، وعندي هنايا راس معلقه ديال الحار. الا كتعجبكم الحار بزاف ممكن ديروا معلقه صغيره. صافي غادي نخلط هادشي مزيان، الدجاج والتوابل حتى يتقلى ليا وطيب ليا الدجاج مزيان، وغادي نحيدو. وغادي ندير الفلفله ديال الالوان كلهم، الاحمر والاصفر والاخضر والبرتقالي، يتشواو فوق العافيه فوق البوطه. ويتشواو مزيان غادي نغسلهم ونقيهم ونقطعهم مكعبات. وغادي ندير في المقله شويه ديال الزيت وثلاثه المعالق كبار ديال المعدنوس، ومعلقه صغيره ديال الثومه بودر. الا ما كانش عندكم الثومه بودر ممكن ديروا 3 دروس ديال الثومه، وغنخليهم يتشحروا مزيان مع شويه معلقه صغيره ديال الملحه، راس معلقه ديال الابزار. صافي ونخلط هادشي مزيان حتى تشحر ليا الفلافل الالوان. وصافي وغادي نحيد الفلفله جانبا نحطها في الجنب. نفس المقله غادي ندير كيلو ديال الكروفيت منقي، غادي نضيف شويه ديال الزيت، وغادي نضيف كيلو ديال الكروفيت منقي. غادي نضيف معلقه صغيره ديال بودره الثومه، وراس معلقه ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال الملح. صافي غنخلي هاد الكروفيت يتشحر لينا مزيان. هاد السفه كتجي زوينه ومذاق ديالها رائع، جربوها وردوا عليا الخبار في كومونتير. صافي من بعد ما غادي تشحر ليا مزيان ويطيب ليا الكروفيت، هي غير 10 دقائق كيطيب الكروفيت. هنا عندي السفه، غنخلي لكم في صندوق الوصف الطريقه ديال السفه، راه فايته درتها في القناه، غادي نخليها لكم هنايا. من بعد ما طابت لي السفه دهنتها بالزبده مزيان، ضروري خاصها الزبده دهنوا السفه. هنايا الفلافل الالوان غادي نضيفها فوقها ونخلطها مزيان حتى تجانس لنا العناصر ديال السفه والفلافل الالوان. انا راه باقي السفه باقا سخونه وانتم كتخلطوا هادشي مزيان. صافي غادي نخليها، غادي نغطيها وغادي نجيب الطبسيل ديال التقديم باش غادي نكمل في التبسيط ديال التقديم. نديرو الطبقات ديال السفه. في الاول هو التبسيط تاع التقديم، غادي نضيف السفه في الاول هي الاولى كنقادها. عفوا طاحت لي التليفون. صافي كنضيف السفه هي الاولى من فوق التبسيط. عاد كنضيف الكروفيت، كندير غير نص ديال الكروفيت اللي شحرنا مع الثومه والملحه والابزار. كنضيف غير النصف فهذا باش غادي في التزيين غادي نضيف الكروفيت من الفوق. ومن فوق غادي نضيف السفه باش نغطي الكروفيت.
وغادي نضيف من الفوق صدر ديال الدجاج اللي شحرنا مع الملحه والابزار والتحميره والكمون والمعدنوس والثومه بودر. صافي هي كنستفها هكا فوق السفه. هذه الطبقه الثالثه درنا الاولى السفه كروفيت، الطبقه الثانيه ديال السفه، الثالثه صدر ديال الدجاج. دابا غادي الطبقه ديال السفه الاخيره من الفوق باش نغطي الدجاج. صافي وكنقادها بحال هذا الشكل. وغادي نضيف الكروفيت من الفوق. غنضيف الكروفيت من الفوق في الوسط. كنضيف الكروفيت بحال هذا الشكل. ممكن ديروا الكروفيت هذاك الكبير بالقشورو ولا ديروا هذا كيجي حتى هو بحال هكا زوين. وكنشد الحامض كنقسموه على جوج، كنديروا بحال هكا من الفوق ومن الجوانب، وكنقدموه بالصحه والراحه. كيجي لذيذ ورائع. انا متاكده غادي يعجبكم هاد السفه بالدجاج والكروفيت وفلافل الالوان، كيجي واعر بزاف. نتمنى ان هاد الوصفه تعجبكم. ما تنساوش جيم وبارطاج مع احبابكم وصحابكم وتفعيل الجرس ليوصلكم دائما جديد. وشكرا لكم وبصحه وراحه.